يا أهلا، وبما أن رمضان قرب قلت أشارككم وصفتي للكريم كراميل اللذيذة والمعتمدة. مستحيل أجرب غير هالوصفة، لذيذة يا بنات. والكريم كراميل كذا تحسونه غني وكريمي مرة وطري وناعم مرة. هالطريقة اعتمدوها عندكم، مستحيل تخرب معاكم ما تضبط. أول شي حسوي السكر المحروق بدون ما أحركه، راح أخليه يذوب لوحده ويتغير لونه. الكريم كراميل راح أضيف كاستين موية وكاسة حليب بودر وظرف دريم ويب وظرفين كريم كراميل. أول شيء أحركه على البارد لين ما تذوب المكونات كلها مع بعض، بعدين أحطها على النار لين ما تبدأ أطرافها كذا تحسون تبدأ تغلي، وخلاص أقفل عليها تكون جاهزة. أفضل أحركها. شوفوا السكر كيف، هنا أبدأ أحركه كذا عشان ما ينحرق معانا. لين ما تذوب الكمية كلها. خلاص بس تذوب باقي السكر يكون جاهز عندنا. ببدأ أحطه في القوالب. الكريمة جهزت ما شاء الله تبارك الله، ريحتها تجنن. طيب الحين باخذها بوزعها في القوالب. أضيف علبة قشطة. كويس إني ما حطيت إلا قالب ونص. خلاص أحط علبة وأحركها بسرعة. الحين نرجع نكمل الصب. راح أخليها تبرد أقل شيء ساعتين. وهذا شكلها النهائي. لكم حرية التزيين، ممكن تحطونه في قالب كبير، وعليكم بالعافية.